يلا اقول لكم على اظبط طريقه للفشار بالكراميل تعملوه في البيت ويطلع هش ومقرمش ومش ماسك في بعضه ولا عامل زي الازاز ولا محروق ولا اي حاجه. هو مكون واحد بس بنضيفه للكراميل بيظبط جدا جدا النتيجه النهائيه. اول حاجه احنا هنعمل الفشار عادي جدا، وما تنسوش رشه فانيليا وانتوا بتحطوا الذره بتاعه الفشار. بعد كده هنبدا في الكراميل. هنحط كوبايه من السكر، انتوا ممكن بتزودوا طبعا الكميه حسب كميه الفشار اللي انتوا عاملينها. كوباية سكر بتاخد حوالي يعني ربع كوباية مية أو أقل كمان من ربع، وبنحط معاهم يعني حوالي معلقة عسل أبيض، وما بنقربش خالص للكراميل. يعني الكسرول دي بتفضل كده مع نفسها على النار من غير ما نقلب، من غير ما نلفها، من غير ما نقرب لها خالص. ده كده مراحل تكون الكراميل. السكر هيدوب تماما وهيبدأ يغير لونه لغاية ما يوصل للون الكراميل اللي احنا عايزينه. انتوا عايزينه فاتح بقى، عايزينه اغمق، براحتكم. هنا انا بس بدأت اشوف القوام بمعلقة خشب ولقيته خلاص كده بقى جاهز. هنحط بقى نص معلقة من البيكنج باودر، وهو ده المكون اللي بصوا بقى عمل ايه في الكراميل. شكله بقى عامل ازاي؟ بقى عامل زي الكريمة كده شوية. بس هنطفي عليه وفورا بقى هنا ده يعني بالخطوة السريعة كده هنحط على الفشار كمية الكراميل كلها. بصوا مفيش حاجة لازقة خالص في الكسرة. وهنبدأ ان احنا نقلب كل الكمية مع بعضها كويس جدا جدا، الفشار مع الكراميل، لغاية لما الفشار يتغلف كله بالصوص. خلصنا الموضوع ده هنكون مجهزين في الوقت ده ورقة زبدة عليها دهنة زيت خفيفة طبعا، وهنفرش عليها كمية الفشار اللي بالكراميل لغاية لما يهدى خالص، وهتشوفوه في الفيديو. ونبدأ ان احنا بقى نكسره، وهيطلع زي ما انتوا شايفينه بالفيديو بالظبط. طعمه حلو قوي قوي، الولاد بيحبوه جدا، وهش ومقرمش وما بياخدش اي حاجه، وسناك خطيره بقى واحنا قاعدين كده نتفرج على فيلم بالليل، عاملين موفي نايت حلوه. فجربوها وان شاء الله هتنجح معاكم وتظبط معاكم، وقولوا لي رايكم. وكملوا الفيديو للاخر علشان تسمعوا صوت القرمشه. بصوا سامعينها؟ حلوه جدا وهشه قوي وبيتكسر بسهوله ومش محروق ولا لازق في بعضه. بجد وصفة سهلة قوي، وان شاء الله هتنجح معاكم ومش هتبطلوا تعملوه ومش هتشتروه تاني من بره بفلوس كتيرة قوي. يعني انا مش لاقية مبرر ليها بصراحة. يلا بقى جهزوا علب الفشار وقوموا اعملوه وابسطوا الولاد واعملوا موفي نايت، وبألف هنا وشفا، ومستنية رأيكم تقولوا لي عملتوا ايه.